السلام عليكم. أنا آية هويدي. آه بقالي فترة كبيرة جدا أنا حابة موضوع صناعة المحتوى يعني ونفسي أبدأ في المجال ده من فترة كبيرة. بس للأسف التسويف يعني كان لي الحظ الأكبر من اللي حصل والتأخير. بس بإذن الله نبدأ وما نتأخرش أكتر من كده يعني. كانت البداية جميلة جدا وفرصتها كويسة، خصوصا في رمضان. واللي إن شاء الله ننزل كل يوم حلقة حتى لو بسيطة، حاجة كده تذكرة يعني، و... وتحفيز للناس أكتر وتشجيع للناس في رمضان. كنت حابة إن الموضوع يبقى بروفيشنال قوي بقى، وأعمل مؤثرات صوتية وإيديتنج وحوار، بس لأ يعني شفت إن أنا أبدأ وده أهم شيء. بعد كده إن شاء الله هيجي موضوع التعديل والإيديتنج، وهنعمل كل حاجة يعني إيه، إحنا وبابا وماما وناهد وكلنا. طيب. آمم، أول حاجة لمّا نيجي نتكلم عن رمضان أو عن الموسم اللي إحنا فيه أو عن الجو العام، أنا مش إيه اللي هيخلّيني أكمّل في حاجة أو إيه اللي هيخلّيني أحب حاجة وأعمل علشانها وأنا ما أعرفش عنها حاجة. يعني إيه اللي هيخلّيني أحب إن أنا أزور مثلًا دبي أو أروح المالديفز مثلًا أو أروح أي مكان حلو وكبير وجميل وأنا ما أعرفش عنه أي حاجة. ممكن ناس بتسمع أصلًا ما تعرفش يعني إيه المالديفز أو ما تعرفش دبي فيها إيه. طيب، لو قُلنا بقى المباني الضخمة اللي هي بتبقى ناطحات سحاب وم و وعربيات شكلها الفلاني، لمّا نعرف تفاصيل المكان أو نعرف تفاصيل الحاجة اللي إحنا هنتمنى نروح لها أو إن إحنا هنحب نعمل علشانها، هنحب أكتر. يعني أنا أمّا أعرف تفاصيل عن رمضان وأعرف أنا ليه باصوم، يعني مش مجرد إن أنا باصوم وخلاص زي ما الناس كلها بتصوم، أو إن شهر رمضان بتاع الصيام معروف، وإن إحنا نقرأ قرآن وإن إحنا نصلي التراويح، ولو أقمنا الليل فده خير، وإن إحنا نلحق ليلة القدر، وإن الثواب فيه مثلًا بتاع الذكر بيبقى الضعف. طيب إحنا لو عرفنا الحاجات دي بس، فأنا المفروض أعمل الحاجات دي. طب ليه؟ ما أنا لازم أحب رمضان أكتر من كده، إذًا علشان أحبه لازم أعرف عنه أكتر من كده. كلنا عارفين آمم، كلنا عارفين مميزات رمضان وإيه اللي بيميزه عن أي شهر تاني، بس بنبقى أحيانًا محتاجين زي تذكرة كده، أو محتاجين حاجات تحفزنا أكتر وتشجعنا كل سنة. الإيمان بتاع كل الناس يعني بيبلى كما يبلى الثوب. الواحد محتاج إن هو يجدد نيته تاني. عادي، مش مشكلة إن إحنا بادئين في تاني يوم رمضان، أو حتى لو بدأنا في نُص رمضان نجدد نيتنا. المهم إن إحنا نلحق، وإن إحنا ما نضيّعش حاجة علشان وقتنا يعني هي أيام معدودات، يعني هي أيام فعلًا بتتعد، وكل الناس بلا استثناء تقعد تقول رمضان عدّى بسرعة، رمضان جري، رمضان ما حسّيناش بيه، علشان هي أيام معدودات وربنا اللي قال. فهي طبيعي تجري مننا، فعلشان نلحق. طيب، ربنا قال إن هو ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. طيب كل ليلة دي من أول يوم، من أول مغرب رمضان لحد آخر يوم. طيب إحنا لو لحقنا في أي يوم من الأيام وعملنا refresh كده لرمضان وجددنا النية وقرأنا عنه أكتر وحبينا أكتر وتقربنا لربنا وكنا مخلصين في نيتنا وصادقين، إن شاء الله ربنا يرزقنا إن إحنا نعتق من النار في أي ليلة من ليالي رمضان يعني. طيب، في مثال بسيط. لو إحنا فرضنا إن في mall كبير أوي، عنده أكل بقى وشرب منتجات شخصية، كريمات شعر وشامبو وحاجات من دي ولبس وأكل، كل حاجة موجودة في المول الكبير ده. وأنت لمّا تدخل مش هتشتري بقى إيه، مش هُم مش عاملين offer مثلًا 50%، لأ، هُم عاملين free، يعني أنت هتدخل تشتري كل حاجة free. طيب أنت لمّا هتيجي تدخل تشتري هتعمل إيه؟ أنت مش هتكفّيك عربية، ده أولًا يعني، وأنت داخل أنت مش هتكفّيك عربية. ماشي، هتعمل إيه؟ هتشتري كل الهدوم اللي أنت محتاجها، داخلي وخارجي وشتوي وصيفي وكبير وصغير، هتشتري كل حاجة. ممكن تشتري أصلًا للصيف الجاي يعني للسنة لبس يكفّيك سنتين 3 قدّام. ممكن تشتري شتوي سنتين 3 قدّام. لو أنت مش متجوّز هتشتري لولادك، يعني أنت فعلًا هتشتري، وممكن تشتري للناس أصلًا، يعني مامتك، أبوك، إخواتك، وهتجيب كل الناس اللي أنت تعرفهم
عشان هم كمان يشتروا. هم بقى مش هيشتروا، هم هيجوا ياخدوا على طول ويمشوا. حاجة مفيش فيها ايه، حاجة انت واخدها ببلاش، حاجة كده انت واخدها الضعف. مش هقولك بقى عشان تشتري، لا، انت تدخل تشتري اللي انت عايزه، هتجيب بقى كل منظفاتك، الحاجات اللي انت محتاجها. هتروح في الاكل هتجيب كل حاجة، برضو في موضوع الاكل هتشتري او هتجيب حاجات. انت بأقل حاجة انت بتعملها، انت مجرد بس ان انت بتروح تاخد، او هتروح المكان ده علشان تاخد الحاجة، او تاخد كمية الحاجات اللي هم عاملينها اوكازيون. مستحيل هتعرف ان في اوكازيون في مكان، ومستحيل هتعرف ان مكان عامل الحاجة دي ومش هتروح. يعني الا بقى لو انت يعني الفلوس بقى معدية معاك وانت مش محتاج اصلا، يعني انت مش محتاج الحاجات اللي هي هناك دي، مش محتاج لبس، مش محتاج اكل، مش محتاج شرب، مش محتاج اي حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده كمان يعني. طيب لو الحاجات دي قلنا ان هي متاحة، انت مستحيل مش هتروح، لان انت اكيد محتاج، انت اكيد محتاج اي حاجة من الحاجات اللي هناك. اجهزة كهربائية بقى، عفش لو فرضنا ان هي فيها اساس مثلا، بما ان هو هيبقى متكامل. كل حاجة، كل حاجة، اجهزة الكترونية، لابات، موبايلات، كل حاجة. انت مستحيل مش هتكون محتاج حاجة من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، مستحيل. فبالتالي هتروح، انت لما هتعرف لازم هتروح. ليه؟ انت الكسبان، انت اللي هتستفيد. هم اصحاب المعرض مش خسرانين حاجة، هم عملوا العرض وخلاص. هم يعني هم ناس كريمة جدا فعملوا العرض ده. طيب انت مش خسران اي حاجة غير ان انت هتكلف نفسك ان انت تروح. هتكلف نفسك ان انت تروح، دي التكلفة دي حاجات بسيطة قوي قصاد الحاجات اللي انت هتاخدها. يعني انا هكلف نفسي مواصلات، ايا كان المواصلات اللي انا هكلف نفسي بيها، هي لا تتعدى شيء بالنسبة للحاجات اللي أنا هكسبها، اللي أنا هجيبها لنفسي من المكان ده أو من الأوكازيون ده. طيب بالظبط، ده رمضان. أنا هكلف نفسي عبادات، حاجات بسيطة جدا، العبادات ومجهودها بسيط في مقابل الثواب والأجر والمكانة اللي أنا هاخدها من ربنا، أو الحاجة أو المكسب اللي أنا هاخده من ربنا مقابل العبادات البسيطة اللي أنا هعملها. أنا هعمل مجهود مثلا إيه، في الصلاة، إن أنا هقف في التراويح هصلي شوية مثلا، ده الزيادة. طيب هعمل مجهود في إن أنا أبقى صايم. إيه المشكلة في الصيام؟ يعني إيه الفكرة بجد في الصيام غير إن أنا أمنع شوية أكل وشرب؟ إيه الفكرة؟ يعني هو الصيام مش حاجة فعلا صعبة إلا على المريض طبعا أو اللي عنده عذر، مش حاجة صعبة للدرجة. يعني إيه، إحنا في يوم لو واحد فينا فضل سهران شوية ونام الفجر وكمل شوية بالنهار وفضل نايم شوية كتار، يعني صحى مثلا قبل العصر بشوية ولا بعد الظهر بكتير، قبل العصر مثلا. طيب ماشي، فضل قاعد شوية، فرضا ان هو راح مشوار ولا كان عنده حاجة مهمة مع ناس صحابه وانشغل، او في ترتيبات مثلا في البيت او في مناسبة او في ايا كان، وانشغل شوية وفجأة لقى نفسه شرب بق مية بس، او ما فطرش اصلا، يقعد يقول والله انا لسه لحد الان ما فطرتش. طب ما انت اصلا في العادي ممكن تضطر تتحط في ظرف يوم ايا كان، ربنا يا رب يحفظنا يعني، بس ممكن تتحط في ظرف يوم سيء. مش هنقول فيه مصيبة او فيه مشكلة، بس ايا كان نوع ظرف اليوم يعني. لو يوم عادي جدا 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 ووراك حاجات بسيطة، شوية دروس لو انت طالب، شوية حاجات لو انت مثلا لسه في جامعة او شغل او ايا كان، عندك حاجات بسيطة ممكن تشغلك اصلا ان انت تاكل او تشرب. هتشرب حاجة بسيطة قوي كده، بقي مية ولا حاجة، وما لحقتش تجيب سندوتشات، هتتشغل شوية في الشغل فمش هتاكل. ايه بقى المشكلة في ان لما رمضان يجي فاحنا هنصوم، فالصيام ده حاجة صعبة او حاجة مرهقة؟ لا، مش الاكل والشرب. احنا المفروض ان شاء الله ان شاء الله نبقى اقوى من كده يعني. مش موضوع الاكل والشرب هو اللي ممكن يحسسنا ان احنا عملنا حاجة كبيرة. فالصيام نفسه اللي هو انقطاع عن الاكل والشرب، ده برضو مجاهدة، وده تمن من اللي احنا بندفعه مقابل اللي احنا هنجيب اكبر منه بإذن الله في رمضان. طيب الصيام برضو تاني، احنا بنصوم عن المحرمات، بنصوم عن الحاجات اللي ربنا قال لنا ما نعملهاش. طيب لما ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، طيب لعلنا نتقي ربنا. طيب التقوى دي معناها ايه؟ التقوى دي معناها ان احنا نسيب الحاجات اللي ربنا نهانا عنها ونمسك في الحاجات اللي ربنا امرنا بيها. نبعد عن الحاجات اللي ربنا نهانا عنها، زي نتفرج على حاجات ملهاش أي 30 لازمة إن احنا نتفرج عليها في رمضان، مسلسلات بقى، برامج تيك توك،
أيا كان الحاجات البسيطة أو الريلز والفيديوز والحاجات اللي هي فعلا لا تسني ولا تغني من جوع. الحاجات دي ملهاش لازمة. عدم البر دي حاجة ربنا ما أمرناش بيها. الحاجات اللي ربنا ما أمرناش بيها زي إن احنا نشتم مثلا، إن احنا يبقى ما عندناش أخلاق طول فترة الصيام، يعني مش بنقرأ قرآن، مش بنبر، مش ما فيش حاجة بنعملها أصلا من اللي ربنا أمرنا بيها. طيب احنا هنتقي ربنا في رمضان علشان ايه؟ هنعمل الحاجات اللي ربنا أمرنا بيها وهنبعد عن الحاجات اللي ربنا ما أمرناش بيها. طب ايه الحاجات اللي ربنا أمرنا بيها؟ ان احنا نتصدق. الصدقة طبعا ليها باب كامل في الجنة محدش هيدخل منه غير الناس اللي بتتصدق. والصدقة ليها فوائد كتير جدا، لو قعدنا نتكلم فيها محتاجة حاجة لوحدها يعني. البر، القيام. والقيام ده يعني ربنا قال ممكن نبدأ بيه بركعتين. احنا لو صلينا ركعتين بس او 4 بالليل، لو ظبطنا تايمر على الموبايل 10 دقايق، 10 دقايق ده يعني أغنيتين. الأغنية بتبقى 4 دقايق مثلا أو 5 دقايق، ده لو أغنية كانت طويلة شوية. طيب كأننا سمعنا أغنيتين. انت لو ظبطت تايمر 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق دول ممكن، يعني مش هقول 10 دقايق دول بيعدوا في ثانية كده. يعني ممكن لو دخلت الأوضة وخرجت رحت الأوضة التانية ولا الصالة يكون عدى 10 دقايق. لو ظبطت تايمر 10 دقايق وصليت فيهم 4 ركعات، ركعتين وركعتين بصور بسيطة وانت مش مصعب الدنيا على نفسك، فانت كده عملت قيام ليل، فكده عبادة انت من العبادات عملت عليها تشيك، صح كده؟ ان انت تمام انا عملت كذا، فدي حاجة هتقربك من ربنا، فدي حاجة من التقوى. طيب قراءة قراءة القرآن، وربنا قال تلاوة، يعني كمان ما قالكش لازم تحفظ القرآن في رمضان او لازم تبقى، ربنا ما شددش علينا، هو قال تلاوة. حتى في حاجة اسمها ايه، هعمل ختم التدبر وختم التلاوة. طيب يعني انا برضو قراءة القرآن مش شرط ان انت تقرأها بتدبر بقى وتمعن، لا، انت هتاخد ثواب على القراءة بس، مش هتاخد كمان على التدبر. يعني ده طبعا دي منزلة ودي منزلة تانية، بس ربنا ما شددش علينا وقال لنا نقرأ قرآن ونسمع كمان قرآن. طيب الصيام من ضمن الحاجات اللي هنتقي ربنا فيها، هنصوم. لساننا هيصوم عن الكلام اللي ممكن يخلي ربنا يزعل مننا أو يغضب مننا. عينينا هتصوم من ان هي تشوف اي حاجة محرمة، ودنا هتصوم من ان هي تسمع اي حاجة محرمة خلال فترة الصيام او خلال رمضان. طيب ايه الحاجات الجميلة اللي هنكسبها في رمضان بإذن الله؟ بإذن الله في حاجة هي جود ربنا، ان ربنا يعني ربنا كريم، كريم جدا جدا جدا. فكريم ان احنا نفضل طول السنة بنعصيه ايا كان نوع المعصية اللي احنا بنعملها، ودي بتتفاوت وبتتغير من كل واحد فينا وكلنا عصاه. ان احنا بنيجي في رمضان ربنا بيكرمنا بايه؟ بان احنا قلنا يا رب اغفر لي فبيغفر لنا. فانت مثلا ممكن تبقى بتعك طول السنة وتيجي في شهر رمضان، ربنا اصلا من كرمه ان هو ألهمك تحضر شهر رمضان. يعني من كرم ربنا ده، من البداية خالص من كرم ربنا ان هو خلاك عايش لحد ما رمضان جه، خلاك تحضر رمضان. طيب ده كرم كبير جدا 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 محدش يعرفه، غير ان كان في يعني على حسب ما انا فاكرة بالظبط ان كان في شهيد مات، استشهد يعني، وبعدها شهيد تاني جه بعده في السنة اللي بعدها، فهو دخل الجنة قبله. فالناس سألت ازاي ده دخل الجنة قبل ده، وده شهيد وده شهيد، بس يعني ده كان قبله بسنة او حاجة. فقال ان هو الفرق بينهم ان ده شهد رمضان زيادة، يعني ان ده فكرة ان انت يبقى معاك رمضان زيادة عن كل سنة، فانت كده داخل بحاجة كبيرة، يعني انت كده معاك مميزات اكبر من اللي مات السنة اللي قبلك. ده كرم من ربنا اصلا ان هو يرزقك ويؤهلك ان انت تحضر رمضان السنة دي. ده نوع من انواع كرم ربنا. طب كرم ربنا لما نقول له يا رب اغفر لنا واحنا طول السنة بنعك وبنعمل حاجات بتغضب ربنا مننا، ونقول له يا رب اغفر لي فربنا يغفر لنا. اما لما نقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، العفو هو انه يمحي، يعني ربنا يغفر لنا ده
إن ربنا يسامحنا على الخطأ، بس الخطأ مكتوب. طيب إن ربنا يعفو عننا، يعفو عننا دي يعني الخطأ يتمسح، إحنا كده ولا كأننا عملنا أي حاجة. طيب تخيل بقى الشيطان اللي شغال عليك 24 ساعة على مدار السنة، يجي في الشهر ده أنت بس تدعي فيقوم ربنا مسح لك كل اللي فات. ربنا يعفو عننا يا رب، اللهم امين. فتخيل بقى مثلا انت لو شغال على بروجكت طول السنة وتعبان فيه ومتمرمط ورايح جاي ومن الصبح وبالليل وشوية تكسب وشوية تخسر وشوية مش عارف ايه، ويجي حد في الاخر يقوم ولا كأن البروجكت بتاعك ده اتعمل ولا كأنك عملت اي حاجة، وتعب السنة ده كله راح عليك. منتهى القهر، منتهى القهر يعني. فالشيطان شغال عليك طول السنة، شغال عليك طول السنة ان هو يغويك. احيانا بيجي عليك بيعرف يجيبك كويس ويغويك ويخليك تغلط، واحيانا انت بتجاهد نفسك وما بيعرفش يقدر عليك، بس هو شغال عليك طول السنة. فيجي ربنا في رمضان يقول له لا، انت اقعد على جنب وانا هحاسب عبدي. هيحاسبنا احنا بايه بقى؟ بنفسنا. طيب انا لما الاقي نفسي بعمل معصية او بعمل حاجة، هو الشيطان مش موجود، وانا دلوقتي مثلا بتفرج على حاجة مش كويسة او بسمع حاجة مش كويسة او لبسي مش كويس وانا في الشارع، او ببين شعري او لبسي مش اللي هو يرضي ربنا بصفة عامة يعني، فانا او مش بصلي او صيامي اصلا مش اللي ربنا عايزه. طيب انا دلوقتي كده انا مش بعمل اللي ربنا عايزه، كده انا بضحك على نفسي في رمضان. طيب كده انا ايه؟ كده انا الشيطان مش بيوسوس لي، ده انا نفسي اللي بتوسوس لي. فانا كده عندي مشكلة، ودي نقطة تانية تماما يعني. انا كده انا اللي عندي مشكلة في ان انا لنفسي هي اللي وحشة، هي كده طلعت الوحشة. لا، فاحنا محتاجين بقى ايه؟ نعيد كده ونصحح الدنيا من اول وجديد يا معلم، عشان الدنيا كده بايظة واحنا كده يعني احنا كده مش كويسين، احنا كده هنتسوح. طيب ففكرة إن ربنا يعزل عننا الشيطان عشان يعرف كمان ويعلم مننا صدق التوبة، وإن إحنا ما يبقاش علينا لود، ما يبقاش علينا مجهود إن الشيطان إيه بيوسوس لنا. لأ، ده أنا هبعد عنكم اللي بيوسوس لكم طول السنة. فأنت كده دلوقتي أنت ونفسك، فاقدر عليها بقى، يعني اقدر على نفسك بقى. أنت مثلا لو حد كان، أنت لو شايل طوبة طول السنة، فالطوبة دي اتشالت من عليك طول الشهر ده، الطوبة دي اتزاحت. فانت المفروض تبقى حركتك اسرع، حاسس ان انت خفيف، حاسس ان انت بتعمل عبادات اكتر. كل الكلام ده احسن كتير من ان انت تبقى شايل الطوبة طول السنة. فربنا ازاحها عنك الشهر ده علشان تقدر تتحرك. طيب لما ربنا يغفر لك بإذن الله، يا رب يغفر لنا جميعا، ايه بقى؟ قهرة الشيطان، قهرة الشيطان في ايوه نقهره، ايوه نقهره ونقرب من ربنا اكتر، ونخلي ربنا يعلم صدق نيتنا، ونصدق مع ربنا في التوبة بتاعت رمضان، ونقول له يا رب فعلا ارزقني انك تغفر لي وتعفو عني في رمضان، امحي لي خطايا السنة كلها. وربنا بيمحي خطايا السنة كلها. طيب، فيه ليلة خير من 1000 شهر، طبعا من حرم خيرها فقد حرم. لما اقول لك انا لما مثلا بنعاقب طفل صغير او بنعاقبه من حاجة، وانا هحرمك من كذا، هحرمك دي يعني فيها عقاب، فيها حاجة فعلا انت هتتحرم منها. طيب هي خير من 1000 شهر، يعني انت لو قعدت 1000 شهر تعبد ربنا، 1000 شهر ما بتسيبش ورا فرض، 1000 شهر بتقرأ قرآن، 1000 شهر بتتعبد لربنا، بتعمل صدقات، بتعمل كل حاجة، لا أنا في يوم واحد بالألف، في يوم واحد بس بالألف شهر. طيب يبقى احنا فعلا غلطانين، ونبقى احنا فعلا حرمنا من ان احنا لحقنا حاجة زي كده. ده برضو عرض اهو. انا يعني انا بوفر شغل 1000 شهر في يوم واحد بس، هو ليلة القدر. وربنا برضو عشان يزود من اهتمامنا بيها اكتر، وان هي حاجة عظيمة فعلا ما ينفعش نضيعها، ففي سورة كاملة في القرآن، سورة القدر. طيب في رمضان ربنا زي ما قلنا بيغفر لنا ما تقدم من ذنبنا، يعني كل اللي احنا قدمناه طول الشهر
ربنا بيغفره لنا. طيب في حاجات كتير، من أجمل برضو الحاجات اللي ربنا بيقدمها لنا في رمضان هي إيه؟ إذا أقبل رمضان، إيه اللي بيحصل؟ فتحت أبواب الجنة. فتحت دي يعني كلها مفتوحة، فلم يغلق منها باب، مفيش ولا باب فيها مقفول. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. غلقت دي يعني كل أبواب النار اتقفلت، مفيش ولا باب منها مفتوح. وصفدت الشياطين. مش بقى هقولك اتسلسلوا بقى وتربطوا بسلاسل، لا، اتصفدوا دي معناها قوي جدا، اللي هو مش عارف يفلفص ومش عارف يتحرك ولا عارف يتنفس، هو متصفد بالحديد كده. يعني انت ونفسك وعباداتك وصدقك مع ربنا ان هو يرزقك اللي انت فعلا بتتمناه. طيب، اتمنى يعني، انا بصراحة نفسي اتكلم في الموضوع ده كتير، وان شاء الله ان شاء الله هنتكلم كل يوم عن حاجة. هنبدأ بإذن الله المرة الجاية نتكلم عن الجنة. هنحاول نحب الجنة أكتر، نحاول نبص للجنة بمنظور تاني مختلف عن اللي احنا متخيلينه. هنحاول نقعد نقول أمثلة كده وحاجات جميلة مع بعض عن الجنة، وإن شاء الله نحبها، ونضيف كل يوم بإذن الله تطبيق عملي، يعني تطبيق عملي في الدنيا، إن احنا نقرب بيه للجنة أكتر. عارفة إن الفويس ممكن يبقى فيه حاجات مش مظبطة أكتر، محتاج إيديت والكلام ده، بس لو أنا استنيت أعمل إيديت بجد ما كنتش هبدأ حاجة. فإن شاء الله نحاول نعمل إيديت على قد ما نقدر، يعني الأيام الجاية، أو نظبط أي حاجة، بس حبيت إن الموضوع يبقى ارتجالا كده. وإن شاء الله برضو مش هيبقى عشوائي، يعني هيبقى متنظم. ربنا يا رب يرزقنا إنه يتقبل منا رمضان، ويرزقنا فيه العمل والتقوى، إن احنا نتقي ربنا فيه، بإن احنا نعمل كل اللي ربنا أمرنا بيه، ونبعد عن كل حاجة ربنا نهانا عنها. أهم حاجة لازم نبقى مخلصين في نيتنا مع ربنا، مخلصين في نيتنا مع رمضان. يا رب أنا هصوم، همنع الأكل والشرب تقربا يا رب ليك، عشان ترضى عني، عشان تغفر لي. مفيش حد مش عاوز ربنا يغفر له، مفيش حد فينا. أصل الموت ده حاجة احنا كده كده كلنا رايحين لها. مستحيل هتبقى قايل أصل أنا ربنا مش هياخدني، لأ. يعني ولله المثل، انت كده كده هتموت. احنا كل واحد فينا هيموت، كل واحد فينا ليه يوم وليه عمر. محدش فينا ماضي عقد، محدش فينا واثق وضامن ان هو هيموت في سن معين، لا. وكلنا بلا استثناء، كلنا على مستوى العالم كله بقت في ناس اعمارها بسيطه جدا وصغيره وبيموتوا. يعني مثلا لو واحده مثلا قالت انا هبدا البس محترم لما اكبر في السن زي مثلا مامتي، وابقى البس خمار وعبايه ومش عارف ايه، لا، انت ايه اللي ضمنك ان انت توصلي وتبقي زي مامتك؟ انت في ناس حواليكي، بنات وشابات، وفي شباب وصغيرين واطفال. الموضوع ما عادش مرتبط بسن، الموضوع بقى مرتبط بان انت تعمل من دلوقتي. انت مش ضامن عمرك هيخلص يوم ايه، ولا امتى، ولا السنه نهي، ولا دقيقه، ولا الثانيه نهي. فانت هتبدا من دلوقتي تشتغل ان انت تعمل للاخره بس. طيب، انا مش ضامن عمري، احنا كده كده هنموت. طيب، هضيع بقى رمضان؟ لا، ما هضيعوش. انا اصلا ما اعرفش انا هقدر اكمل رمضان للاخر ولا لا. يعني احنا مش ضامن، انت مش ضامن، ما حدش فينا ضامن هو هيعيش لبكره او للنهارده حتى اخر اليوم. يعني مش محدش فينا ضامن ده. طيب، فانا ايه اللي مقعدني بقى مريح ومأنتخ كده؟ انا اللي يبقى قاعد ومريح ومأنتخ ده عامل لاخرته من بدري. حتى الصحابه والناس اللي كانت عامله لاخرتها من بدري وكانوا مبشرين بالجنه كانوا خايفين ما يدخلوش الجنه وهم مبشرين بالجنه. لا، فاحنا عندنا خلل في الموضوع. احنا ما ينفعش الثقه اللي احنا فيها ولا الهدوء اللي احنا فيه ده، من ناحيه ان احنا مش بنسعى وبنصارع ان احنا فعلا نوصل لرضا ربنا وان هو يغفر لنا. محدش فينا مش عاوز ربنا يغفر له، محدش فينا مش عاوز ربنا يعفو عنه ويعفو عن خطاياه كلها، محدش فينا مش عاوز يدخل الجنة ويبعد عن النار، محدش فينا مش عاوز رضا ربنا، محدش فينا ملوش أمنيات في الدنيا ونفسه ربنا يحققها له، ونفسه ربنا يرضى عنه عشان يعرف يحقق أمنياته. وربنا لو رضى عنه هو مش هيبقى حزين، مش هيبقى عنده مشاكل في بيته، في شغله، في حياته الشخصية، في علاقاته، مش هيبقى عنده مشاكل في أي حاجة لو ربنا راضي عنه. وربنا قال إن هو لو رضى عننا
هيرضى عننا وهيرضى عننا الناس، هييسر لنا امورنا كمان مع الناس لو احنا طالبين رضا ربنا بس. طيب، فدلوقتي حقيقة ان احنا كده كده ميتين، فاحنا ما فيش حد هيستحضر فكرة ان هو مش ضامن عمره ومش ضامن اللحظة اللي هو ربنا هيختاره فيها، وهيفضل قاعد كده باله رايق وساكت، مش هيحاول يعمل اي حاجة يعني. لا، هيحاول يعمل حاجة، هيحاول يسعى ان ربنا يغفر له ويرحمه. ربنا يا رب يغفر لنا جميعا ويرحمنا. فاحنا اكيد محتاجين ان ربنا يغفر لنا ويرحمنا، فاكيد محتاجين نبذل شوية في رمضان، محتاجين ناخد رمضان ان هو فرصة وان هو عرض كبير جدا. احنا هنعمل مجهود بسيط في مقابل ان احنا هنكسب حاجة كبيرة قوي بإذن الله، بإذن الله، وهي الجنة، وهي رضا ربنا عننا، وهي ان ربنا يغفر لنا ويعفو عنا، وهي ان ربنا يبعدنا عن النار. دايما نردد الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آسفة بجد على يعني على طولت، بس إن شاء الله يعني الدنيا تبقى لذيذة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.